مسيرة طويلة قدمها الفنان محمد محمود في السينما والمسرح والتلفزيون، وعلى الرغم من أن شهرته الكبيرة بدأت من فيلم أمير البحار وشخصية ممس، لكن هو بيعتبر أن أهم أعماله قدمها على خشبة مسرح الدولة. هنعرف في لقائنا معاه ليه ما بيحبش يتصنف أنه ممثل كوميدي، وإيه الأعمال اللي كان بيتمنى أنها كانت تتسجل في مسيرته. كل الأعمال اللي ما تصورتليش في البيت الفني للمسرح هي أهم أعمالي، اللي ما تصورتش طوال 40 سنة. لم تصور غير مسرحية واحدة سنة 84 واتذاعت مرتين على مدى ال 40 سنة. أنا بقول أنا عملت في مسرح الدولة أعمال أهم من كده بكتير وأدوار أهم من دي بكتير. ده بتاعت ربنا بقى. لا أنا صدقيني أنا من جوايا مش شرير خالص. زائد إن الدور فعلا يعني إحنا حبينا زمان عادل أدهم ما كانش بيعمل غير شرير. أنا شخصيا كنت بدخل الأفلام اللي على الافيش بتاعها عادل ادهم ما بيهمنيش مين قبله، لان قلت لهم يعني كان الدور محتواه ان هو ولد كان في كليه الطب والفقر خلاه ما قدرش يكمل، فاستغل عبقريته وذكائه في الشر فبقى زعيم عصابه. انما بيعمل خير، يعني وقف جنب البطل اللي هو محمود أبيل المظلوم وبطلعه براءه في الاخر، واقف جنبه برجوله مش عايز منه حاجه. ده دور شرير والناس حبته جدا، وما كانش كوميديا على فكره، ده كان دور جد جدا سيريس قوي. فتضيف بقى ده القبول بتاع ربنا، ان الناس تحبك وربنا يحبك والكاميرا تحبك. دي حاجه ما لناش دخل فيها يعني. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.